انا شايف هو اكد الكلام بتاعنا اللي برضو الشرطه ما اتدخلتش، اللي كانت جوه النادي بقى يبقى هم بتوع الامن النادي الاهلي، لان كان في ناس جوه النادي الاهلي موجودين وكان زي كده مميز، يبقى ده انا قلت اللي هو ممكن يكون امن مركزي او شرطه ومتخفيين يعني لابسين اللي هو اللبس ده، طلع اللي هو امن النادي. وبالتالي كان الناس حتى اللي موجوده، انا قلت اللي هو العمري فاروق وزير الرياضه وهو عضو مجلس اداره النادي الاهلي ما زال، انا مش عارف ده صح قانونا ولا لا، لكن ماشي الحال يعني هو ما زال عضو مجلس اداره في النادي الاهلي وهو وزير الرياضه على فكره. ما اعتقدش. لا موجود حتى تصريح من 3 ايام قال ده ما يمانعش، يعني حد قال كده عنده. المهم مش عايزين نطلع بره الموضوع، لكن اعتقد ان الالتراس هيرجع تاني لان ما فيش، لو في تفاوض ناس زي ما قلنا اعمال للعقل، الناس تفكر يقعدوا معاها ويشوفوا عايزين ايه. والله لو ما حلوش الموضوع خلاص يبقى هم يبلغوا او يعملوا بلاغ للنائب العام. بس احنا عايزين بس الموضوع ده مهم جدا، فاحنا قعدنا فيه فتره. احنا عايزين بس يعني نحاول نعرف الاستقرار هيرجع ان شاء الله، الاستقرار هيرجع. الاجتماع ده خرج بايه يا جماعه؟ لو في اخبار عندكم، الاجتماع مجلس اداره الاهلي خرجوا بتوصيات ولا هيطلعوا ببيان ولا ايه؟ يا ريت نعرف منكم اول باول، برضو نخلي الساده المشاهدين متابعين معانا. نروح سريعا كده للجبليه والانتخابات. كابتن هاني ابو ريده اخر اخبار ان هو كمان بيفكر في الانسحاب بعد ما انسحب قبليه لواء محمد عبد السلام بعد استبعاده. هو طبعا الكلام ده برضو جالي حقيقه ان كابتن هاني ابو ريده بعد استبعاده من الجهه الاداريه او بيفكر جديا اللي هو ينسحب من انتخابات او من رئاسه على منصب رئيس الاتحاد. طبعا هو ما كانش استبعاد ليه لوحده، وكان برضو خالد بيومي، وكان اللي هو محمد عبد السلام، ويمكن كرم قردي، طبعا وكان الكابتن شوبير تقريبا. ايه اللي وصله ان هو يدخل في المرحله دي، ان هو يفكر في الانسحاب؟ والله هقول لحضرتك حاجه، هو برضو انا مش عارف هو صح ولا غلط اللي هو يبقى رئيس اتحاد الكره، يعني برضو دي انا ما اعرفش هو هل هيقدر يعني يحمل الامانه ويقود المسؤوليه الفتره الجايه لاتحاد الجبليه. طبعا هو تاريخه طبعا كبير وعضو في الاتحاد الدولي الفيفا وحاجات كتير، لكن ده مش هقول اللي هو مؤشر او دليل اللي هو يقدر ينجح في المنصب ده. وكان نائب لرئيس الاتحاد وعضو في تنفيذيه الفيفا والاتحاد الافريقي. لكن برضو انا مش عايز اوصل للنقطه دي قد ما هو خلاص، يعني عايز اقول بس ممكن يكون زهق، يعني الراجل مش عايز بقى يرجع تاني عن طريق الفيفا، وخاصه اللي بعد ناس كتير جدا من روابطه من الانديه ضد عودته للانتخابات عن طريق الفيفا. لان طبعا انا مش عايز اقول لك بقى، مش عايز ارجع تاثير كابتن هاني ابو ريده في احداث الجزائر، وروراو الجزائري كان اقوى منه 20 مره، ما عملش حاجه لمصر هاني ابو ريده في الموقف دون. وفي حتى على الاقل في اعاده المباراه اللي هو 3 للفوز خارج الارض بهدف، يعني احنا المفروض نوصل كاس العالم ما نلعبش ماتش فيصل، وده كان اللوجيك وده اللي كان معروف. لم يتدخل هاني ابو ريده لاستقرار او تثبيت. روراو قبلها ب5 ايام اسبوع اتحرك وقال في ماتش فيصل في حاله التعادل. شوفي ارى المستقبل ازاي روراو الجزائري. ما علينا، مش هو ده برضه. انا ما فيش موقف شخصي. رايك الشخصي؟ موقف الشخصي انا بقول اهو. انا موقف الشخصي، وانا داخليا يعني او في قلبي لا احمل اي ضغينه لاحد اطلاقا، وبحترم وبجلد جدا المهندس هاني ابو ريده. لكن انت شايف ان هو انا شايف لم يفيد الكره المصريه؟ ما فاتش من وجهه نظري. حتى في احداث بورسعيد هو بيقول انا ما عملتش حاجه وما اتدخلتش لصالح الغاء العقوبات وبتاع. لا طبعا، يعني الكلام ده انا برضو مش هقول مش مصدقه وهو يعني كاذب في هذه الواقعه والكلام ده، لا، بس انا بقول اللي هو لا، هو برضو شايف كمان ان هو ما كانش يعني متدخل برضو في موضوع بورسعيد، وانا متاكد لان في قاضي مصري في ضمن اللجنه الثلاثيه اللي حكمت على اعاده المصري للدوري الممتاز مره اخرى، كان مصري، قاضي مصري، وهو اللي عينه، يعني هو كان ليه سبب في تعيينه. انا اقصد على كرسي الرئاسه في الجبليه. لا، كرسي الرئاسه ما اعرفش. كنت غير مقتنع حتى لو رجع، انا اعتقد المرحله دي مش عايزه هاني ابو ريده خالص. عايزه كابتن اسامه خليل. كابتن اسامه خليل فكر امريكي، راجل غربي. كابتن اسامه كان داخل مستقل من الاول. يعني انا بقول لكابتن اسامه خليل اعتقد المرحله دي عايزه، رغم ان انا بختلف وبتحفظ على برضه وجهات نظر بيني مختلفه جدا بيني وبين كابتن اسامه، وهو يعرف كده كويس، ودايما قلت لنا ضيوف في كذا برنامج مع بعض وانا ليا تحفظات، لكن توتال يعني كفكر هو الافيد في هذه المرحله. تمام. انا معايا خبر هيكون معانا على الشاشه دلوقتي، اخر الاخبار
بيومي وبلال علام يصلان الاهلي والالتراس بيشترط الغاء النشاط واعتذار مجلس حمدي. كابتن خالد بيومي طبعا كان موجود، وبلال علام معلق كرة القدم زميلنا طبعا. وصلوا الاهلي والالتراس بيشترط بعض الاشتراطات كده، الغاء النشاط واعتذار مجلس حمدي. ده معناه بقى انه يعني ما بيشترط الغاء النشاط ككل.